بحذر اخواتنا في سوريا، انتوا داخلين على مذبحة كبيرة لم يحدث مثلها منذ انشاء العالم، لان سوريا هتتقسم، واخواتنا اللي في الشمال خصوصا في حرب كبيرة جاية عندكم هتغير وجه الشرق الاوسط، مكتوبة في الاسفار السماوية وفي الكتب السماوية وفي نبوات الانبياء من الاف السنين. هنقرها مع بعض وهنتلوها مع بعض في الفيديو ده. في نبوة في سفر الرؤيا مكتوبة من 2000 سنة إن سوريا هتتحول لساحة حرب كبيرة، حرب يوم القيامة. النبوة دي بتقول إيه؟ إن أرض سوريا هتجتمع فيها جيوش العالم بسبب إيه؟ بسبب حرب أهلية هتحصل ما بين سكان الشمال اللي هم الأكراد وسكان الساحل وسكان السنة الحبيسة اللي في الوسط والدروز وكل مكونات الشعب السوري. هتدخل في حرب كبيرة، والحرب دي مش هتوقف عندهم، لأن تركيا هتيجي تدعم الشرع، وهتلاقي إسرائيل جاية تدعم الدروز، وهتلاقي إيران دخلت واجتاحت من العراق وجاية تدعم الشيعة، ولبنان برضه هتكون في خطر. لبنان في خطر، حزب الله اللي عايزين ينزعوا سلاحه بالقوة، الدولة اللبنانية عايزة تنزع سلاح حزب الله بالقوة، وإسرائيل عايزة تخش تمحي حزب الله. فالحكاية كلها في منطقة سوريا، ولبنان هتتعدي منها. المنطقة خطيرة جدا. طيب، النبوة اللي مكتوبة في سفر الرؤيا مكتوبة بوضوح. عند طول نهر الفرات هتجتمع جيوش لصنع الحرب الكونية ما بين النور والظلمة. قالك رأيت من فم الوحش ومن فم التنين ومن فم النبي الكذاب 3 أرواح مضلة لتجمع كل ملوك الأرض، لتجمعهم على نهر الفرات لذلك اليوم العظيم، يوم هرمجدون، يوم الله القادر على كل شيء. طيب، الجماعة الأكراد مش حابين إن الجماعة السنة يحكموا سوريا. بتوع الساحل اللي داعمين بشار الأسد بيقولوا لأ، إحنا عايزين نملك الدولة تاني ويعود بشار الأسد. في فكرهم كده، في فكرهم كده. والجماعة بتوع الدروز بيستنجدوا بإسرائيل علشان تيجي تخش سوريا. طب كل ده بيحصل ليه؟ كل ده بيحصل تمهيد ليوم القيامة الكبير. طيب، ترامب اللي هو أكتر رئيس بينادي في السلام في العالم هيتحول لأكبر داعية حرب. هيتحول لأكبر داعية حرب. هو عمال ينادي بالسلام ويبعت واحد اسمه تكوف ويقول عايزين ننزع سلاح حزب الله، وإن غزة ناخدها لينا، وإن حماس تسلم الأسرى، واللي وبيتكلم في مواضيع كتير. هو شخصية متكبرة جدا بطريقة فظيعة. ومن هنا هيحصل عكس كلامه. هو بيدعي للسلام، لا، مفيش سلام. ليه مفيش سلام؟ لأن السلام مرتبط بأخلاق الشعوب. أخلاق الشعوب لما تلاقيها في النازل اعرف إن مفيش سلام. وبص في مصر، بص للدول العربية والدول الغربية والدول الشرقية، هتلاقي الأخلاق نازلة تحت الأرض. نازلة في أكبر ساعة في تاريخ البني آدمين الأخلاق نزلت فيها تحت الأرض، الساعة اللي احنا عايشين فيها. وروح الجهل في المعالي وروح الحكمة في الأسافل. فاهم انت ماشي؟ فالحكاية بقت مقلوبة. فمن هنا مملكة السماء هتنزل تعلن الحرب على مملكة الظلمة من أجل السيطرة على الأرض، وهتحصل حرب كونية بين النور والظلم. الحرب دي بتبدأ في سوريا. ليه بتبدأ في سوريا؟ لأن سوريا هي مركز الأحداث. مركز الأحداث. طيب، إسرائيل بقى. إسرائيل عايزة تعمل مملكتها الكبرى من النيل إلى الفرات. المملكة الكبرى من النيل إلى الفرات بالهيمنة، مش بملك الأرض، لا، بالهيمنة من النيل. يعني تخلي أثيوبيا تقفل سد النهضة على مصر فتسيطر على النيل. الفرات يعني تسيطر على سوريا وتسيطر على العراق لحد باب الفرس إيران. وهي ضربت إيران وهزمت إيران في المعركة الأخيرة جويا. والمعركة دي هترجع تاني. المعركة دي ما توقفتش أصلا. المعركة دي شغالة تحت في الترابيزة، هترجع تاني فوق الترابيزة، هي شغالة في الظل.
لأن المفاعلات الإيرانية لسه عندهم حلم النووي الكبير. حلو الكلام. لسه بيعملوا فيه لحد دلوقتي، فالضربة هتعود تاني. فالعملية كلها داخلة في بعض، والمنطقة داخلة على منعطف خطير. طيب أنا ولا بروع الناس ولا بقول للناس سيبوا أشغالكم، سيبوا عائلاتكم، احنا عايشين في مدينة خلاص هتهلك. لأ، أنا بقول للناس تغيروا توجه قلوبكم من الضلمة للنور، مش أكتر. أنا مش عارف نهاية العالم إمتى، ولا السنة دي ولا السنة الجاية، لأن الخبر أو التوقيت ما يعرفوش غير الله وحده. لا ملائكة الله تعرفه، ولا الشياطين تعرفه، ولا الناس تعرفه، لأن ده التوقيت ده الله قاعد على عرشه دلوقتي. مش هقولك ما بين نارين، لا، الله قاعد على عرشه، إن جه علشان ياخد الخاصة بتاعته في الأرض ويمحي الجميع. الخيار التاني إن هو ينتظر على الناس اللي لسه ما قدمتش التوبة، فيخلي الساعة تمشي. ما بين الخيارين، الخيار إن هو ينقذ أتباعه من الشرور اللي في العالم، والرحمة على الخطاة. فاهمني؟ ما بين اتنين، الأبرار والخطاة. عايز ينقذ الأبرار من شرور العالم، وفي نفس الوقت عايز يرحم الخطاة علشان يتوبوا قبل ما باب الرحمة يتقفل. فالقرار في قلب الله، مش في ايد ملاك او شيطان او ناس. فممكن نهاية العالم تيجي، الله يقرر تيجي دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض، ممكن تبقى بعد شهر، ممكن السنة دي، السنة الجاية، اللي بعديها. توقيت محدش يعرفه، لكن احنا شايفين علامات وبنفسر هذه العلامات. العلامات كلها بتقول ايه؟ العلامات كلها بتقول ان النهاية قربت. ليه؟ في سوريا وفي البلاد اللي جنبيها انتشر روح التدين الكاذب، او يقال عنه في سفر الرؤيا ورأيت من فم النبي الكذاب، او التدين الكاذب. فاهمني؟ في المنطقة بتاعتنا، انا هكلمك على المنطقة بتاعتنا، مش هنتكلم عن المناطق الاخرى، نتكلم على المنطقة بتاعتنا. الاب بقى مستهين بابنه، والابن مستهين بابيه، والاخوات بعدت عن بعض، وصلة الرحم اتقطعت، والعائلات بعدت عن بعض، والناس بقت عايشة من اجل المال، القرش. الناس بقت عايشة من أجل أو بتعبد المال، زي ما أنت عارف. يعني بتصحى الصبح يشتغلوا عشان خاطر يأمنوا مستقبل أولادهم. يعني الحياة بقت بتدور حوالين المال، حوالين المال. فاهمني؟ والأغلبية بقوا كده. والناس نسيت السما وبتفكر في الأرض، ونسيت حياتها الأبدية ما بعد الموت، وعايشة في الحياة الوقتية. فمن هنا تعلم إنها العلامات خلاص، العالم بينتهي. لأن مش هنجيب جيل تاني نعلمه اللي احنا عايشين فيه. فاهمني؟ مش هنجيب جيل للهلاك جديد. فاهرب، اهرب من مدينة الهلاك، واخد بالك؟ اهرب من مدينة الهلاك، وروح للمدينة السماوية. الباب، الباب دور عليه. الباب في الديانات الثلاثة هو باب واحد، ووسيط واحد بين الله والناس. دور عليه. هو كوكب الصبح المنير، هو ابن الإنسان، هو ديان كل البشر، هو اللي فداهم بالدم علشان يغسلهم من خطاياهم، وأم الأموات وراجع للمرة التانية. ابحث عنه، لأن الحق أو الحقيقة تحب من يبحث عنها. هي عزيزة النفس، لو بحثت عنها هتلاقيها، لو بحثت عنها هتلاقيها. أنا مش هقولك اسمه علشان أنت تبحث عنه، ابحث عنه. إن وجدته هتجد حياتك الأبدية، بس هتهجر وراك أغلبية مدينة الهلاك، عيلتك، أصحابك، طريقك القديم، وهتخش في طريق تاني خالص. مش انت بتبحث عن المعنى؟ المعنى فيه هو الطريق والحق والحياة. الطريق والحق والحياة. الحياة لو اتعاشت بلا معنى ما تستحقش انها تعاش. لو بتبحث عن المعنى، ابحث عن ابن الانسان. اكتب على جوجل ابن الانسان، شات جي بي تي اكتب عليه ابن الانسان، مين هو؟ ابحث عنه هتلاقيه. بقول لاخواتي السوريين استعدوا للقاء إلهكم، الوقت قريب. اتشددوا يا مسيحيين يا اللي موجودين في سوريا، اخواتي المسلمين، اخواتي دروز، واخواتي السنة، اتشددوا ودوروا على الحقيقة. دوروا على الحقيقة،
لأن الوقت قريب. أرضكم هي مركز أحداث. ربنا معاكم، ربنا يحمي منكم مختاريه ويقويكم ويساعدكم. الغني عندكم هيبقى زي الفقير بعد شوية، فما تجريش ورا المال، لأن كله هيتساوى ببعض، والبلاد التانية اللي حواليكم هتشرب الكاس. استعدوا استعدوا للقاء إلهكم.